خلاصة الضغطة الإيرانية يعني الجنازة حامية والمية كلب، باتفاق بين بايدن وخامنئي انه عم يرسل طائرات في الساعة كذا، بوصلوا بالساعة كذا، على شرط ما يكونوش يحملوا ولا جرام متفجر. يعني شفناهم امبارح احنا في السماء تفساية بفسوا، فيش صوت حتى، واللي وقعوا على الارض يعني حتى ما حفروش الشارع، كانوا مشارينها من سوق البخارية، سوق الالعاب في عمان. ولذلك انا بذكر كيف فعل صدام حسين البطل الشهيد بصواريخه في رماد جان، المنطقة الصناعية العسكرية في تل أبيب، أبى مسحها مسح عن الوجود، ومسح وزارة الدفاع دمرها، ومسح ودمر مصفاة حيفا، وضرب مفاعل ديمونة، وأهل الكرك شافوها في ذلك الوقت، ده اللي بيعرف. لأنه الصاروخ العراقي كان يحمل 500 كيلو جرام متفجر. هذه واحدة. الشغلة الثانية انه يعني هذه المسرحية الهزلية انه كمان الذباب الالكتروني لمحور المتعة اللي كله باسامي وهمية بعلق كانه انتصار قومي صار، وانه غطى على احداث غزة، مع انه امبارح كانت في معركة حامية الوطيس في الصيرات. بس هم بدهم يغطوا في هذه التمثيليات. صواريخ القسام اقوى بكثير من هذه المسرحيات يعني اللي عمالهم بيسووها في الاجواء. ولذلك هم بدهم يعاودوا يأهلوا المشروع السبئي في المنطقة. تأكدوا تماما أن من قتل الملايين في سوريا والعراق وفي اليمن لن ينصر المسلمين في غزة، والله انهم مشاركين في الإبادة. كل اللي بيحصل هو ترويج لهذا المشروع عن طريق أمريكا اللي جاءت فيهم على الدبابات الأمريكية. هؤلاء اللي كانت كيان المستجلبين من ال 84 لل 85 لل 86 في يزودوا إيران بالأسلحة، وكشفت في قضية إيران جيت أو قضية إيران كونترا. في ذلك الوقت كانوا يسلحوهم ضد العراق اللي كان يقف سد منيع في وجه هذا المشروع السبئي، اللي بعد ما سقطت بغداد وأعدموا صدام حسين انتشر هذا الوباء في كل المنطقة العربية بترتيب مع الأمريكان، وخاضوا المعارك بترتيب مع الأمريكان، دمروا المدن